أصدر الملك بيانا قائلا فيه أن أي شخص يستطيع أن يحرك صقر الملك ويجعله يطير سوف تكون له مكافأة كبيرة. الصقور من أكثر الطيور الذكية والشرسة، والتي تستطيع أن ترى أكثر من الإنسان ب8 مرات. ولكن يا ترى، هل كل الصقور تستطيع أن تستغل جميع إمكانياتها؟ هذا ما سنعرفه في قصة اليوم. معكم ياسمين صدقي في حلقة جديدة من حلقات بودكاست أجيال المستقبل. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ملك طيب القلب شغوف بالحيوانات ويهوى تربيتها. لهذا أنشأ محمية في مملكته لتعيش فيها الحيوانات آمنة مطمئنة. وفي أحد الأيام أهداه أحد أصدقائه صقرين، وكان هذان الصقران ينتميان لمكانين مختلفين، وكل منهما كان يعيش في بيئة مناخية مختلفة. استدعى مدرب الطيور أخذ الصقران واعتنى بهما في المحمية خاصته. بعد فترة أراد الملك أن يذهب إلى هذه المحمية ويرى الصقران وهما يطيران عليا. ذهب إلى المحمية ورأى أحد الصقران يطير بسرعة فائقة ولمسافات بعيدة. فرح فرحا شديدا برؤية هذا الصقر، وكافأ المدرب فأعطاه كيسا من العملات الذهبية. ولكن فوجئ عندما سأل عن الصقر الآخر، فقال له المدرب إن هذا الصقر لم يتحرك خطوة واحدة منذ أن جاء إلى المملكة وهو واقف على غصن هذه الشجرة، وقد فشلت كثيرا في محاولة تحريكه. بعد ذلك أصدر الملك بيانا قائلا فيه أن أي شخص يستطيع أن يحرك صقر الملك ويجعله يطير سوف تكون له مكافأة كبيرة. انتشر الخبر بين الناس. سمع رجل عجوز عن هذا الخبر فاتجه مباشرة لقصر الملك، وأكد له أنه يستطيع أن يجعل هذا الصقر يطير. بعد فترة قصيرة من الزمن ذهب الملك ليرى ما الذي فعله ذلك الرجل العجوز مع الصقر، ولكن عندما وصل اندهش بشدة لأنه رأى الصقر يطير بسرعة فائقة ولمسافات بعيدة. كافأ الملك الرجل العجوز مكافأة كبيرة، ولكن كان لديه فضول لمعرفة ما الذي فعله ذلك الرجل العجوز ليجعل الصقر يطير. فسأله، فرد عليه قائلا: لقد قطعت فقط الغصن الذي كان واقف عليه. إن الكثير منا مثل هذا الطائر، فمنا من يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة إلا أنه لا يستغلها، مفضلا البقاء في المكان نفسه الذي ينعم فيه بالراحة. ولكن لكي نتعلم وننجح علينا أن نترك مكان الراحة، فاستكشاف جوانب جديدة في الحياة هو فقط ما يمنحنا خبرات جديدة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات بودكاست أجيال المستقبل.